السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم كيك بالماء والمكسرات. كيجي هايل جدا، لذيذ وخفيف ومكوناته جد بسيطة. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش ديروا لايك والاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. نبداو على المقادير على بركة الله. تنحتاج 4 بيضات. ضروري البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. نخرجوه من الثلاجة من قبل عاد نخدمو به. تنحتاج إلى كأس السكر. تنخلط السكر مع البيض جيدا. تنحتاج إلى كأس زيت. تنخلط الخليط مزيان بهذا الشكل هذا. كنضيف هنا كيس ديال الفاني 7 غرام، مع كأس ديال الماء. تنخلط الخليط جيدا. هنا تندير الدقيق تدريجيا. غنحتاج 4 كؤوس ديال الدقيق. هنا غادي ندير شاصية كاكاو 7 غرام. بالنسبة لهاد الكاس اللي بقى ليا، كأس الربيع، غنضيف النص ونخلي النص تا نضيفوه مع خميرة الحلويات. تنخلط مزيان. غادي نزيد ديك النص اللي بقى من الدقيق، وغادي نزيد 2 أكياس ديال خميرة الحلويات. كل كيس فيه 7 غرام. صافي تنخلط الخليط ديالنا على هذا الشكل. وضروري الخليط ديالنا يكون ثقيل، ما يكونش جاري، يعني يكون ثقيل شويه على القوام ديال الكيك عاديه، باش الا درنا المكسرات من الفوق ما يهبطوش لينا لتحت، يبقاو كتزيان في الفوق. بالنسبة للمكسرات تنحتاج العنب المجفف أو الزبيب. تنقطعه طريفات صغار مع اللوز
والقرقاع تنقطعو حتى هو طريفات صغار، تنخلطهم في اناء. تندير ليهم 2 معالق ديال السكر او تعوضوه بملعقة دقيق الفرص. تنستعمل هاد السنيدة باش ديك المكسرات يبقاو فوق الكيكة، ما يهبطوش ليا لتحت. صافي ملي دمجتهم مع بعض، هنايا عندي هاد المول هاد المستطيل. يمكن لكم تستعملوا اي مول اللي عندكم، اللي متواجد عندكم. انا دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الطحين. صافي تنفرغوا ديك الخليط في المول. تنخلط تنفرغوا غير شويه، يعني ندير غير شويه، وندير ليه شويه المكسرات من الوسط على هذا الشكل. صافي غادي نكب ديك الخليط اللي تبقى ليا كامل. تنحاول نوزعه فوق المكسرات كامل على هذا الشكل. صافي هنا غادي ندير المكسرات اللي تبقى ليا من الفوق على هذا الشكل. كنحاول نوزعهم لكل الاطراف. بالنسبه للفرن، راه تنشعلوه من قبل حتى كيسخن مزيان، ونقص ليه النار تكون مهيله، وندخلو الكيك ديالنا نخليوها 30 دقيقه حتى تطيب ونخرجوها. صافي هنايا انا حيدتها من الفرن، راه طايبه منفوخه، وديك المكسرات راه باينين في الفوق. صافي تنحيدها من المول بهذا الشكل. هذا هو الشكل ديالها، كتكون زوينه خفيفه، والمكونات جد اقتصاديين، مكتحتاج المجهود كبير. دغيا كتوجد. بالنسبه للاحتفاظ، باش تبقى عندك 3 ايام او يومين، راه كديريها في واحد البواطه، كتسدي عليها وتحطيها غير في الثلاجه من التحت. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه خفيفه. ما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم.